بإذن الله النهارده هاعمل معاكم مشروب لذيذ جدًا ومنعش جدًا، جدًا، خاصةً بقى في الجو اللي إحنا فيه، بطريقة بقى كده سهلة جدًا وبسيطة وبإذن الله يعجبكم ويعجب كمان الأولاد. تعالوا بقى كده بينا نشوف الطريقة. أول حاجة بقى معايا كده شوية من الكركديه، شوية دول ب10 جنيه، هاحط عليهم كوبايتين من المَيّة وهاسيبهم بقى كده يتنقعوا لمدة ساعة. بعد ساعة هابدأ إن أنا أصفيه وهاضيف له طبعًا سكر، والسكر طبعًا حسب الرغبة. بعد كده هاحضّر كوباية عندي وهاحط بقى كركديه كده، يعني هاحط كده الكركديه يكون ربع الكوباية. بعد كده هابدأ إن أنا أملأ الكوباية بتاعتي بالتلج المجروش، أهم حاجة بس إن أنا أملاها بالتلج، بحيث لمّا آجي أحط بقى الحاجة الساقعة أو الصودا تدّينا بقى تقسيمة الألوان الحلوة دي. زي ما أنتم شايفين أهو بقى، ممكن كمان إن إحنا نحط كمان شريحة من الليمون، بتدّي طعم حلو جدًا للمشروب، وفي نفس الوقت بتدّي كمان الكوباية شكل حلو جدًا ولطيف. زي ما أنتم شايفين أهو بقى، عايزة أقول لكم إن المشروب لذيذ جدًا، جدًا، منعش جدًا، جدًا، بإذن الله هيعجب الأولاد وهيحرّموا تاني يشتروا مشروبات جاهزة تاني من برّه، وهيقولوا لِك دايمًا اعملي لنا مشروبات في البيت. أتمنى الطريقة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم الطريقة ما تنسوش بقى لايك حلو زيكم، وكمان الاشتراك. السلام عليكم ورحمة الله.